فتبدا هي هنا تحس ان هو مش بيحبها او مش بيهتم بيها، بس يمكن علشان احنا مش بنتواصل مع بعض بطريقه فعاله او مش بنقول الحاجات اللي احنا بنحسها، ومن غير ما خيالك يسرح كده بعيد في فكره الفيزيكال تاتش دي عموما. وكأن مش كفاية ان احنا نتعلم اكتر من لغة علشان نطور من نفسنا وعلشان نشتغل في اماكن احسن، لا دول كمان اخترعوا لنا لغات للحب. يعني مش بس انجليزي والماني وفرنساوي والحاجات دي كلها، لا ده انت كمان مفروض تبقى عارف لغات الحب هما ايه، وازاي تقدر تتعامل مع كل شخص على حسب بقى هو لغة حبه دي ايه، وعلشان تعرف نفسك انت كمان بتتكلم انهي لغة حب طبعا. يعني بصراحة اوفر جدا، بس ساعات كتيرة كده بتكون بتعمل حاجة كويسة للشخص اللي قدامك بس هو مش شايفها بنفس القيمة اللي انت شايفها بيها، وهنا بقى تيجي الفرق بين لغات الحب بينك وبين الشخص اللي قدامك. صباح الفل او مساء الفل على حسب كده انت بتشوف الفيديو ده امتى. انا احمد البكل، ولو انت عايز تكون احسن عموما، تشوف حاجة جديدة او تشوف حاجة انت عارفها قبل كده بس بنظرة مختلفة، احب اقولك ان انت في المكان الصح. فدوس بقى لايك علشان الفيديو ده يوصل لاكتر عدد ممكن من الناس، واعمل سبسكرايب علشان كل الفيديوهات الجديدة توصل. وتعالى بقى نشوف مع بعض ايه حوار لغات الحب اللي طالع لنا بيه جديد ده. يلا بينا. في كتاب كده اتنشر في التسعينات لكاتب اسمه جاري تشابمان، اسمه The 5 Love Languages او بمعنى تاني لغات الحب الخمسة. فطبعا كده اول معلومة عرفناها ان لغات الحب عموما هم 5 لغات، والكتاب ده عموما كان بيتكلم ان كل شخص ممكن يبقى عنده لغة او 2 من لغات الحب الخمسة دي، وعلى حسب لغة كل واحد كده بيقدر يبتدي يتعامل مع الناس اللي حواليه، ويكون عايز هو كمان الناس اللي حواليه يتعاملوا معاه بنفس اللغة اللي هو بيقدر يعبر بيها عن نفسه. ويمكن ده يكون سبب من الاسباب اللي بيعمل مشاكل عموما بين اي 2 متجوزين او مخطوبين، فكرة ان احنا مش فاهمين بعض، مش قادرين نتواصل مع بعض بنفس اللغة، او مش قادرين نتواصل مع اللي قدامنا باللغة اللي هو عايزها. علشان نفهم اكتر كده تعالى نعدي على ال5 لغات ونتكلم فيهم واحدة واحدة. اول لغة هي اسمها الوردز اوف افرميشن او كلمات التأكيد. علشان نفهم اكتر اللغة دي وعلشان تعرف اذا كنت انت فعلا بتتكلم باللغة دي وهي دي الحاجة اللي بتحب الناس يتعاملوا معاك بيها ولا لا، اسأل نفسك كده سؤال: بتحس بايه لما مراتك او خطيبتك بيقولوا لك كلام ايجابي، سواء على شكلك، على لبسك، على اي حاجة انت بتعملها عموما؟ او بتحس بايه لما خطيبك او جوزك يبدا يقول لك كلام يشجعك بيه، زي مثلا ان لبسك شيك، او انت عملتي اكله معينه فيقول لك تسلم ايدك والله ده الاكل زي الفل، ده الاكل تحفه. لو انت او انتي الكلمات دي بتاثر فيكوا بشكل كبير جدا وبتحس بعدها ان انت كده مبسوط ومش عايز حاجه تاني من الدنيا، فاللغه الوردز اوف افرميشن دي هي لغه الحب بتاعتك. ولان مش كل الناس فاهمه فكره ان الوردز اوف افرميشن دي هي لغه من لغات الحب، بتلاقي دايما ان في مشاكل كتيره بتحصل بسبب الموضوع ده، زي مثلا ان انت او انتي تبقوا عاملين حاجه معينه ومستنيين رد فعل معين على الحاجه اللي انتوا عملتوها دي، والشخص التاني مش حاسس انه المفروض انه يعمل اي حاجه او يقول اي حاجه، لان ببساطه كلمات التاكيد دي مش هي لغه الحب بتاعته، فهو مش شايف اهميتها، مش شايف قد ايه ان هي ممكن تكون بتاثر فيكم. فلو انت على طول كده محبطه ان الشخص اللي بتحبيه مش على طول بيقولك كلام يشجعك او مش على طول بيقولك كلام حلو، ببساطه لان طريقه الحب دي هو مش متعود عليها ومش فاهم اصلا ان هي موجوده. ومهم جدا هنا ان احنا نبدا نتواصل مع بعض، نعرف الشخص اللي قدامنا ان الحاجه دي بتبسطنا، ان كلمات التاكيد دي او الكلمات الحلوه عموما دي حاجه بتسعدنا وبتخلينا مبسوطين كده من جوانا، فساعتها هو يبدا يتعامل بطريقه احسن ويقول لك كلام حلو اكتر، حتى لو مش على طبيعته قوي، بس واحده واحده كده هيبدا ان ده يكون جزء من طريقه تعبيره عن حبه ليك. تاني لغه هي الاكتس اوف سيرفيس او بمعنى تاني كده ان هي اعمال الخدمه، ودي يمكن اكتر لغه مهمله من ال5 لغات كلهم، لان هي ببساطه بتقول ان الشخص اللي لغه حبه هي اعمال الخدمه دي او الاكتس اوف سيرفيس، هو من الاخر هو بيحب يريح الشخص اللي قدامه على قد ما يقدر، يشوف مثلا حاجات وراه يبتدي يعملها مكانه، عنده حاجه معينه مثلا المفروض يعملها في البيت او ينظف حاجه معينه او يروق حاجه معينه، فيلاقي الشخص اللي بيحبه ده علشان ما يتعبوش يبتدي هو اللي يعمل الحاجات دي. الناس دي او الناس اللي هي لغه حبهم الاكتس اوف سيرفيس دايما بيلاقوا مشاكل ان الناس ما بتكونش فاهمه ان هم فعلا هيكونوا مبسوطين لما يعملوا حاجه زي كده، لان مش لازم كل مره نطلب من الشخص اللي قدامنا الحاجه علشان يعملها لنا. ساعات كتيره بالذات للناس اللي لغه حبهم هي اللغه دي بيكونوا عايزين الشخص اللي قدامهم يعمل الحاجه دي من غير ما يطلبوها منه، وطبعا ده بيكون غالبا صعب وتقريبا ما بيحصلش، لان جوزك بقى او خطيبك ما بيكونش فاهم ان هو لما يعمل الحاجه دي لوحده هو دي حاجه هتخليكي مبسوط، دايما هيفضل مستني ان انت تطلبي منه حاجه معينه. وساعات برضه بيحصل العكس، ان انت بتكوني علشان دي لغه الحب اللي انت بتعبري بيها عن حبك فبتبتدي تعملي حاجات مش مطلوبه منك، ويجي هو بعد كده يقول لك طب انت عملتيها ليه؟ ما انا كده كده كنت هعملها. فطبعا انا متفاهم جدا الاحباط اللي بيجي لك ساعتها والصعقه اللي بتيجي على نافوخك في اللحظه دي، لان انت بتكوني بتعملي الحاجه دي لمجرد ان انت تبيني له قد ايه ان انت بتحبيه، بس برضه زي ما قلنا ان دي مش لغه الحب بتاعته، فهو مش هيكون فاهم ان انت مجرد ما انت عملتي الحاجه دي
فانت كده بتعبري له عن حب. وعموما النوع ده من الحب بيورينا قد ايه ممكن بحاجات بسيطه جدا نسعد الشخص اللي قدامنا. ففعلا الشخص اللي قدامه لو هي دي لغه حبه، فصدقني ابسط الحاجات اللي هتعملها له بس تديها شويه اهتمام بسيط هتخليه اسعد انسان في الدنيا. ثالث لغه وهي لغه الهدايا. مفيش حد ما بيحبش الهدايا، اي شخص بيكون مبسوط لو جات له هديه من الشخص اللي بيحبه. بس بتفرق هنا بقى ان الناس اللي لغه حبهم فعلا هو الهدايا، ان هم بيكونوا مستنيين من الشخص اللي قدامهم ان هو يتعب في الهديه اللي بيجيبها، ان هي مش اي هديه كده وخلاص، لا ده لازم يفكر ويخطط ويعمل مود معين علشان يديني فيه الهديه. فبيكونوا مبسوطين جدا لما يحسوا ان الشخص اللي قدامهم اداهم اهتمام ونزل اختار الهديه اللي هم بيحبوها او اللي هم عايزينها، ان هو فكر ونزل وتعب علشان يبسط الشخص اللي قدامه دي. فبرضه بتفرق هنا من شخص للتاني. الشخص اللي لغه حبه هي لغه الهدايا دي دايما بتلاقيه بيتعب جدا في ان هو يشتري اي هديه للحد اللي بيحبه، لان هو في الاخر بيكون بيعبر عن حبه باقصى درجه بمجرد ان هو يديله الهديه دي ويهيئ له الجو نفسه اللي هو يديله الهديه اللي هو جايبها له. رابع لغه وهي لغه الكواليتي تايم. الكواليتي تايم هنا ممكن تتفهم بجزئين، جزء منهم ان انت تكون شخص بتحب ان انت تقعد لوحدك وتفصل لوحدك، فبتحب دايما من الشخص اللي قدامك ان هو يديك المساحه، ان انت لما بتكون بتفكر في حاجه او قاعد فاصل مثلا شويه فبتحب الشخص اللي قدامك يديك المساحه دي. وفي نفس الوقت فكره الكواليتي تايم دي نفسها ممكن ناخدها في فكره ان احنا بنحب نقضي وقت كويس مع الشخص اللي بنحبه. فمثلا تلاقي ان انت لو لغه حبك الكواليتي تايم دي بتاخد مثلا صاحبتك او مراتك في مكان تقضوا فيه وقت كويس، تتعشوا عشوه لطيفه، تخرجوا في مكان شيك كده وتلبسوا حلو، كل الحاجات دي بتندرج تحت فكره الكواليتي تايم. فالناس اللي لغه حبهم الكواليتي تايم دي دايما هتلاقيهم بيحبوا الخروج ويحبوا يتفسحوا ويحبوا يروحوا يزوروا اماكن جديده مع الناس اللي بيحبوها، او حتى بيحبوا ان هم يقعدوا لوحدهم ويفصلوا كده على رواقه شويه. فدايما الشخص اللي لغه حبه الكواليتي تايم ده بتلاقيه باين جدا في افعاله وباين في تصرفاته. فالشخص اللي قدامه بيبدا لوحده يفهم ان هو لما بيسيبه لوحده كده شويه بيلاقيه بعد كده مبسوط اكتر وريفريشد كده اكتر، وان هو منتعش ومش حاسس بنفس الضغوطات اللي كانت عليه قبل فتره الكواليتي تايم. خامس واخر نوع هي لغه الفيزيكال تاتش. ومن غير ما خيالك يسرح كده بعيد في فكره الفيزيكال تاتش دي عموما، من غير اي قله ادب وسفاله، هي الفيزيكال تاتش دي ممكن تكون من اول الطبطبه على الشخص اللي قدامك. لما بتلاقي حد مثلا متضايق او زعلان، فكره بس ان انت تطبطب عليه، في ناس كتيره جدا اللي هم لغه حبهم هي الفيزيكال تاتش دي، الطبطبه دي نفسها بتاثر فيهم جدا، بيخليهم يكونوا فعلا اهدى ومرتاحين ومبسوطين. او ممكن يكون حضن تبين بيه قد ايه ان انت بتحب الشخص اللي قدامك. اعتقد كده فهمنا شويه سبب من اسباب المشاكل اللي بتحصل بين اي اتنين في الدنيا، سواء بقى كانوا متجوزين، مخطوبين، متصاحبين، اي مشكله عموما بتحصل دايما بيكون وراها سبب ان الشخص ما تصرفش التصرف الصح في المشكله دي. فتلاقي مثلا واحده بتحب الهدايا جدا وعيد ميلادها جه، بس الشخص التاني بيتكلم بلغه الكواليتي تايم، فخدها مثلا عشان في حته كويسه بس ما اهتمش قوي بالهديه، جاب لها هديه بس ما اهتمش قوي بان هو يعمل لها حاجه مخصوص ويجيب لها هديه مخصوص على حسب ما هي بتحب ايه. فتبدا هي هنا تحس ان هو مش بيحبها او مش بيهتم بيها، مع ان الناحيه التانيه هو حاسس ان هو بيحبها جدا وعمل اكتر حاجه يقدر يعملها بالنسبه له هو او بالنسبه للغه الحب بتاعته هو. فتحصل هنا مشكله. وطبعا العكس برضو نفس الكلام، الشخص برضو ده اللي لغه الحب بتاعته هي الكواليتي تايم، لما يبقى عنده مشكله او يكون عايز يفصل شويه كده، تلاقي مثلا مراته دي اللي هي لغه حبها الهدايا، فتجيب له هديه وتفضل قاعده معاه وتحاول على قد ما تقدر تعرف المشكله عشان تساعده فيها، مع ان هو كل اللي عايزه ان هو يقعد لوحده 5 أو 10 دقايق. فتبدا هنا برضه تحصل المشكله، ان لغتين الحب هنا مش متفقين مع بعض، وان هم ما تواصلوش مع بعض علشان يعرفوا كل شخص انا ايه اللي بيبسطني وايه الحاجات اللي بتخليني سعيد، علشان الشخص التاني يبذل مجهود ويخليه فعلا سعيد. مشاكل كتيره جدا ممكن تتحل بان احنا بس نتكلم في الحاجات اللي مضايقانا، ونتكلم برضه في ايه الحاجات اللي بتبسطنا، بس يمكن علشان احنا مش بنتواصل مع بعض بطريقه فعاله او مش بنقول الحاجات اللي احنا بنحسها. يمكن الكلام ده كمان اكتر للرجاله، ان هم مش بيحبوا دايما يبينوا مشاعرهم، مع ان الحقيقه مش كده. الحقيقه ان احنا لازم نبين اللي قدامنا ايه الحاجات اللي بنحبها وايه الحاجات اللي ما بنحبهاش، وبنكون محتاجين ايه واحنا متضايقين واحنا مبسوطين واحنا فرحانين، وفي اي مود عموما بنعدي بيه، علشان الحياه تكون اسهل علينا احنا الاثنين، لان هي فعلا مش ناقصه صعوبه اكتر من كده. فحاولوا كده سهلوا الدنيا على بعض وما تتعبوش بعض على حاجات ممكن تتحل بسهوله جدا مجرد ان احنا نتكلم بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وقولوا لي كده تحت في الكومنتس ايه اللغه او اللغتين اللي انتوا ممكن تعتبروها هي لغه الحب بتاعتكم. انا عن نفسي اعتقد ان انا لغه الحب بتاعتي هي الكواليتي تايم والفيزيكال تاتش، فقولوا لي كده انتوا كمان لغه الحب بتاعتكم ايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.